اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه جديده من داخل صاله تحرير اليوم السابع، هيقدمها ليكم حسن مجدي. خلونا نبدا هذه الجوله الاخباريه بالحدث الابرز النهارده والفيديو الصادم اللي نشره الفنان احمد مالك وشادي حسين مراسل برنامج ابله فاهيتا. هؤلاء الاثنين الشباب اللي لسه سنهم صغير امبارح قرروا ان هم ينشروا فيديو غايه في الغرابه كان صادم لكل الجماهير، وهم بيحاولوا يحتفلوا بذكرى 25 يناير بان هم بيكتبوا كلمه 25 يناير على واقي ذكري وبيقدموه لجنود الامن وتحديدا لجنود الشرطه. النهارده هذا الفيديو انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعمل حاله من الغضب عند الجماهير وكمان عند المسؤولين. اول خبر واكثر خبر جاب قراءه النهارده على موقع اليوم السابع هو القبض على شادي حسين مراسل برنامج ابله فاهيتا لاتهامه بالاساءه للشرطه. خبر تاني هقف قدامه هو ابله فاهيتا لشادي ماليش علاقه بافعالك الشخصيه. ابله فاهيتا النهارده او القائمين على تنفيذ برنامج ابله فاهيتا النهارده اصدروا بيان بيتبرؤوا فيه من اللي قام بيه شادي. خلونا اقرا لحضراتكم جزء منه. بمناسبة الفيديو الذي تم تداوله منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة تقرير أعده وقدمه السيد شادي أبو زيد وتضمن ما لا يمكن قبوله من محتوى مسيء ينافي الآداب والأخلاقيات العامة ولا يتحلى بالمسؤولية والاحترام الواجب، فإن أسرة برنامج أبلة فاهيتا والشركة المنتجة له تؤكد للجمهور المصري وللوسط الإعلامي وللسلطات العامة أنها لا يربطها بشادي أي علاقة خارج ما كان، وخلونا نقف عند كان دي أكيد ليها دلالة، يؤديه من عمل بالبرنامج وليس لها رابط او علاقه بافعاله ومواقفه الشخصيه. وتؤكد الشركه المنتجه واسره البرنامج ان السيد المذكور لا يمثلهما وان دوره كان ينحصر في كونه مراسلا خارجيا يعمل وفق اطار محدد، وان الشركه مسؤوله فقط عما يعرض من محتوى في البرنامج الذي تنتجه، وانها تعتبر الفيديو المذكور للسيد شادي بكل ما يتضمنه من اساءه امرا مرفوضا جمله وتفصيل. على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما بقول لحضراتكم لو رحنا للترندات النهارده احمد مالك والنائب العام بمناسبه احاله امره الى النائب العام، وكان في ترند مهم جدا الحقيقه هو ترند العسكري الغلبان، ودي نقطه لازم نبص عليها. شادي وامير اللي عملوه او احمد اللي عملوه الحقيقه كان في نقطه غريبه جدا، هم راحوا للعساكر الغلابه اللي هم اصلا ظروفهم صعبه واللي مطحونين واللي معظمهم اصلا بيقضوا فتره تجنيد وقرروا ان هم يهنوهم. معظم الناس النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتنتقد هذا الفعل وبتقول انتوا ليه رحتوا على العسكري الغلبان؟ لو انتوا شجعان وعايزين تحتفلوا بشجاعه ليه ما رحتوش مثلا اديتوها لظابط؟ ليه قررتوا انكم تروحوا اصلا لعسكري غلبان ومضغوط؟ ده كان جانب كتير ومطال انتقاد كتير سواء على ارض الواقع او سواء على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا الفنان قرر ان هو يصدر بيان، احمد مالك اصدر بيان اعلن فيه عن ندمه، قال انا شاب صغير، اتكلم قال انا لسه شاب صغير وانا ما كنتش اقصد اللي عملته، اعتذر وقال يعني سامحوني انا كنت متهور، ما كنتش متوقع ان الموضوع هيطلع بره اطار العائله وبره اطار الحيز الضيق، لكن الموضوع انتشر وانا حاولت امسح اللي انا عملته لكن كان بعد فوات الاوان وبعد انتشار الفيديو. واضح ان هذه القضيه هنشوفها وهتفضل متداوله معانا خلال الايام الجايه. يمكن معظم حضراتكم هتفتكروا التدوينه اللي كتبتها الكاتبه فاطمه نعوت على حسابها على فيسبوك عن شعيره الاضحيه واستهتارها من هذه الشعيره زي ما هي قالت وكانت بتنتقدها. الحقيقه النهارده الحبس 3 سنوات والغرامه للكاتبه فاطمه نعوت لاتهامها بازدراء الاديان. محكمه جنح الخليفه بتقضي بمعاقبه الكاتبه فاطمه نعوت 3 سنوات والغرامه 20,000 جنيه لاتهامها بازدراء الاديان في هذه القضيه ومن خلال تدوينه على مواقع التواصل الاجتماعي. فاطمه نعوت كانت قالت قدام النيابه ان هدفها ما كانش ازدراء الاديان وان هي كانت مجرد بتعرض هذه القضيه وكانت بتهرج ودي كانت استعاره، لكن المحكمه النهارده بتحكم عليها بالحبس 3 سنوات. معظم الناس اللي كانوا بيعانوا من امراض متعلقه بالاورام كان عندهم مشكله خلال الفتره الاخيره بسبب عدم توافر مجموعه كبيره من الادويه اللي بتعالج امراضهم. النهارده الدكتور احمد العزبي رئيس غرفه صناعه الادويه بيؤكد ان من بكره ان شاء الله هيتم حل هذه الازمه، ومن بكره هتتواجد كل الادويه الخاصه بامراض الاورام اللي كانت ناقصه خلال الشهور اللي فاتت، والدفعه اللي هتكون موجوده بكره موجوده في الصيدليات هتقضينا لمده 3 شهور، وبعد ال3 شهور هيكون في دفعه ثانيه هتقضينا 3 شهور كمان، وبيقول ان شاء الله هذه الازمه لن تتكرر بعد الان. هاخد حضراتكم الى اخبار الطقس. في موجه من الطقس السيء بتضرب مصر يمكن من امبارح ولسه مكمله معانا النهارده بتزداد حدتها، مزيدا من الامطار الغزيره بتسقط على شمال سيناء بتعوق حركه السير في الشوارع والطرق الصحراويه في السويس، اغلاق بوغازي الاسكندريه والدخيله لليوم الرابع. ده خبر عن الطقس. في خبر تاني اهم عايز اخد حضراتكم ليه وهو العاصفه الثلجيه اللي بتضرب مدينه سانت كاترين. النهارده المهندس سيد عبد الخالق رئيس مدينه سانت كاترين بيؤكد ان المدينه بتشهد عاصفه ثلجيه درجات
درجات الحراره في سانت كاترين وصلت ل4 درجات تحت الصفر. في تحذيرات من قيام اي رحلات سفاري. وعايز افكر حضراتكم بالحادثه اللي كانت حصلت من فتره وكان راح ضحيتها مجموعه من الشباب خلال قيامهم برحله سفاري في سانت كاترين بسبب عاصفه ثلجيه. النهارده عاصفه ثلجيه كبيره، المشكله ان دايما بيكون في مداخل مختلفه للجبال الشباب يقدروا يخشوا منها، وشباب متهورين، شباب معظمهم بيكونوا بيحبوا رحلات المغامره بيقوموا بهذه الرحلات. النهارده تحذيرات عنيفه، درجات الحراره 4 درجات تحت الصفر، العواصف الثلجيه ما حدش بيكون عارف مداها ومدى خطورتها، تحذيرات جديده يا رب كل الناس تاخد بالها منها. دي كانت جوله اخباريه جديده من داخل صاله تحرير اليوم السابع، قدمها ليكم حسن مجدي.